الشناوي في حراسه المرمى. الشناوي حارس كبير داخل في 35 سنه، مطلوب منك تبقى اهدى يا الشناوي، ما تنقلش التوتر بتاعك للعيبه. انت كابتن الفريق واكبر واحد، انت بتطلب ساعات من المدافعين ان الخصم ما يقربش، ما يرفعش، ما يشوطش. طب انت مش عايز تلعب؟ انت ما نفسكش الكوره تجيلك وتلمسها وتلعب كره قدم مع زمايلك، ولا انت ما بتحبش كره القدم؟ الشناوي ما انت بتاخد ملايين، فلازم تختبر عشان نشوف الفلوس دي بتدفع في مكانها الصح ولا في اي كلام. ايه ده الشناوي، انت لما بتتوتر بتنقل التوتر للمدافعين بتوعك ولباقي الفرقه وللجهاز الفني وللخصم وللجماهير ولاي بني ادم عنده تلفزيون. انا في البيت ببقى متوتر. أخطاء الشناوي المتكررة بس المرة دي جت في مباراة بورتو. معظم أهداف مباراة بورتو كانت جزء كبير منها غلطة الشناوي، وهنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. خلينا نتكلم الأول ونقول إن دايما كحارس مرمى ولاعب كورة لازم تذاكر الخصم كويس زيك زي المدرب عشان يسهل عليك في الملعب. طيب بالنسبة لحارس المرمى انت بتذاكره عشان يسهل عليك، سواء مين اللي بيشوط كويس، مين اللي بيرفع كويس، مين اللي بيلعب براسه كويس. دي كلها بتعرف نقطة القوة بتاعت خصمك وبيسهل عليك. نتكلم بقى عن أخطاء الشناوي هنا. شوف الهدف الأول، وهتكلم بدل اللاعب كسر لجوه اعرف ان هو يحطها في البعيدة. اللعيب الوحيد في العالم اللي بيحطها في الضيقة هو مبابي، بس بتكون صعبة جدا، حتى شكل الجسم بتاع اللاعب بيحطها في البعيدة. وده معناه ايه؟ معناه ان الشناوي كان لازم ياخد خطوة او نص خطوة ناحية الشمال وبعد كده يطير ويطلعها. نتكلم بقى عن الحاجة اللي انا عايز اتكلم فيها، وهو تمركز الحارس نفسه. الشناوي هنا تمركزه كان خطأ جدا. اول حاجة وهي ان دايما الحارس المفروض ان هو يتمركز قدام الكرة بالظبط. لو شفنا هنا واللاعب بيشوط هنلاقي ان الشناوي بره الكرة خالص، فعشان كده هو مش واقف مستقيم. لازم الكرة دي كانت تكون بين رجل الشناوي بالظبط، وهو بيسددها وهو على خط عمودي معاها، ويكون مايل شوية ناحية اليمين ورجله الشمال هي اللي سابقة الرجل اليمين شوية. نتكلم بقى عن التكنيك بتاع الشناوي او حركة الرجول نفسها بتاعت الشناوي، هل هي صح ولا؟ هنشوف هنا ان الشناوي خد خطوة للامام زي ما يكون بيهت على اللاعب، وطبعا راح راجع للخلف تاني بعد الخطوة، معرفش رجع للخلف ليه، وبعد كده راح ناحية اليمين، وبعد كده مشي ورا الكورة. ما هو انت كده كده خدت خطوة للامام ثم خطوة للخلف ثم تمركزت على رجلك اليمين نفسها. المفروض هنا ان انت بتتمركز على رجلك الشمال، وقت التسديد بتتمركز على رجلك الشمال وتاخد نص خطوة او خطوة قبل ما يسدد، لان معروف ان هو يحطها في البعيدة وبتطير وتطلعها. الشناوي عمل كل اخطاء حراسة المرمى في الكرة دي. اولا تمركز، ثم التكنيك بتاعه، ثم اصلا حتى التوقع بتاعه غلط. كل حاجة غلط. انا جبت لقطة بن رمضان عشان اتكلم عليها، وهي قريبة جدا من لقطة الشناوي في التسديد، بس طبعا دي كانت قريبة وسريعة جدا، اسرع من كرة الشناوي. بص الشكل بتاع الحارس نفسه، هتلاقي ان الحارس هنا وقت تسديد بن رمضان راح ناحية الشمال خالص، راح ناحية الشمال. هو معلش هي مش واضحة قوي، بس بص، بص الحارس واقف فين، تمركزه فين، الحارس تحت هو واقف فين. بص وقت التسديد هو واقف اصلا يعتبر قدام الكوره كمان، يعني هو بص، بص الكرة كانت سريعة بس، وعمل جامب عالي جدا، بس الكرة كانت سريعة. ده حاجة بسيطة بس عشان اوضح لك كلامي معناه ايه بالظبط. خلينا نتكلم بقى عن الهدف الثالث، وهي الضربة الركنية اللي احرزوا منها الهدف. طبعا لعيبة بورتو كلها بتطلع للامام، دي المفروض ان يكون الحارس والمدرب مذاكر كده. خلينا نتكلم على الحارس بس. طلعوا للامام عشان يسحبوا لعيبه الاهلي، وبيجي اطول لاعب عندهم عشان يعمل الجامب ويحرز هدف. خلينا نشوف تمركز الشناوي. تمركز الشناوي هنا طبعا ان هو واقف نص خطوه لبره، ده صحيح جدا. نص خطوه دايما الرجل بتكون مفتوحه لبره عشان وقت الطلوع يسهل عليه الجري بسرعه ويطلع وياخدها. هنشوف بقى هنا اخطا خطا كبير جدا، وهو دايما الشناوي بيعمله، ان انت بتاخد خطوه للامام ثم خطوه للخلف فبتثبت. انت مش هتقدر لا تروح كده ولا كده، خلاص انت كده ثبت بلغه الكوره يعني. وجزء كبير من الكوره دي كانت فعلا غلطه الشناوي، مش عايز اقول لك كلها، بس كحارس كبير لازم يكون غلطته. خلينا نتكلم بقى عن الهدف الرابع. وطبعا احنا اتعودنا نشوف تمركز الحارس الاول قبل ما نقول التكنيك بتاعه والحركه بتاعته والكلام ده. خلاص نشوف تمركز الشناوي. هنشوف هنا انا حاسس ان الشناوي غلط لسبب. بص الشكل ان الشناوي هنا مش متمركز برضه في مساواة الكرة بالظبط، تمام، وسايب الزاوية اليمين مفتوحة. غير كده ان هو لازم ياخد خطوة للامام عشان يقفل الزوايا المرمى كلها، سواء ناحية الشمال او ناحية اليمين. قبل ما نتكلم عن التكنيك بتاع الحارس نفسه، نشوف اللاعب نفسه وهو بيسدد. اللاعب موه بجسمه كأنه بيلعب ضربة جزاء، ان هو يحطها ناحية الشمال بتاعت الشناوي وحطها له ناحية اليمين، لان هو لمح الزاوية دي مفتوحة. هنتكلم بقى عن حركة الشناوي نفسه في الهدف ده. بص محمد الشناوي خد خطوه ناحيه الشمال ان هو يشوطها ناحيه الشمال، وفي اللحظه دي مفيش توقع لان هو جاي في منتصف المرمى. يعني انت المفروض ان انت تكون قافل الزوايا كلها، وقفلت الزوايا بخطوه للامام كنت قفلت الدنيا كلها. بص الشناوي
خد خطوة للخلف ثم راح ناحية الشمال ثم بدأ يتحرك ناحية اليمين. ما هو انت رحت ناحية الشمال خلاص انت اتثبت اصلا، عمرك ما تقدر ترجع ناحية اليمين. وغير كده ان انت بتاخد الخطوة اللي انت الرجل اللي بتروح عليها لازم تعمل جنب عليها وتبتدي تطير. انت دلوقتي رحت ناحية الشمال فكان صعب ان انت ترجع ناحية اليمين وتعمل الجنب، علشان كده تحس ان هو وقف يتفرج على كل كورة وكانت صعبة عليه. دي حاجات بسيطة، وبرضو انا بتكلم واكيد هو بيكون شايف حاجات اكتر مني، بس برضو انا اتكلمت عليها قبل كده. وخليني اقول لك ان نقطة ضعف الشناوي وهو الشوط من خارج المنطقة.